السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير بألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. عايزة ارحب بكل حبايبي اللي في القناة، وعايزة ارحب باي حد جديد بيدخل معايا القناة. وعايزة اشكركم جدا ان انتوا اشتركتوا في قناتي، مع ان انا قناتي ما هيش لسه مش الكبيرة او اللي هي حاجة قوية يعني، بس اكيد ممكن تكونوا ارتحتولي حبتوني حاجة زي كده. اتمنى ان انتوا تشجعوني عشان خاطر القناة تكبر اكتر واقدم لكم محتوى احسن من اللي انا بقدمه دلوقتي. انا لسه في اول الطريق، اتمنى تدعموني واتمنى ان انتم تشتركوا في القناة كل حد بيشوفني، واتمنى ان كل حد يشوف الفيديوهات بتاعتي يدوس لايك عشان الفيديو يترفع علشان خاطر الناس تانية تشوفه. وحابة ان انا اشكركم جدا 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 جدا. فيديو النهاردة زي ما انتوا شفتوا في ال في الاسم بتاعه، في العنوان بتاعه، حصالة رمضان 2025. في ناس كتير قوي بتيجي تعمل الحصالة ديت قبل رمضان بشهرين 3. طب معلش، يعني احنا بنقول ان الحصالات دي هنجمعها من الفاكهة، من الفكة اللي بتفضل مثلا من التوك توك، من مصروف الولاد، من السوق، من مشتريات البيت، مثلا لو موجودة مع جوزك بتاخديها وهكذا. طب معلش، هي فكة 2 3 4 جنيه 5 جنيه 10 جنيه هتعملي ايه في 3 شهور؟ بس لما تبدأي تعملي الحصالة سنة، خلال سنة بتلاقي مبلغ معاكي. يعني انت لو ممكن تملي الحصاله دي في سنه، ممكن تعملي حصالتين لو انت كل فكه معاكي حطيتيها، او لو حطيتي فلوس يعني فلوس مجمده برضه، مش لازم فكه. يعني مثلا لو 5 جنيه عادي، 10 جنيه عادي، على حسب برضو. لو فضيه، يعني كل الفضيه اللي معاكي هتلاقي معاكي حوشت مبلغ. يعني حصاله زي دي ممكن تعمل لها 500 جنيه. انت 500 جنيه دولار انت ممكن تعملي بهم حاجات كتيره قوي على رمضان، فاهمني؟ اولا بيبقى على رمضان الطلبات بتكون كتير قوي. ممكن مثلا، يعني مثلا خلينا نقول الحصاله دي انت هتعمليها خلال السنه ديت مثلا 500 جنيه. خلينا نقول 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هيفرقوا معاكي على فكره. ممكن تمليها تعملي 1000 جنيه، ممكن تعملي 800 جنيه، ممكن تعملي 600 جنيه، ممكن تعملي 300 جنيه. الفلوس دي انت ممكن تعملي بقى حاجات كتيره قوي. يعني مثلا خلينا نقول ان كل ست بيكون في نفسها في رمضان ان هي تجدد، تجيب حاجات جديدة في المطبخ بتاعتها، تجيب حاجات جديدة في الشقة، لزينة رمضان، ليميش رمضان، للمكسرات، لأي حاجة، للحاجات الحلوة. انتي حتى لو مثلا الظروف ما تسمحش لكل الحاجات دي والدنيا مزنقة قوي معاكي، انتي ممكن تجيبي بقى حاجة السحور. يعني ممكن انتي تجيبي بقى مثلا حاجة السحور لطول شهر رمضان، يعني مش اللي هو يعني مش هتقف. فاهمني؟ يعني انت يعني ايا كان المبلغ اللي هيتجمع حتى لو بسيط فهينفعك. يعني مثلا لو 500 جنيه دول حلوين جدا. يعني مثلا خلينا نقول انت مش هتحطي مثلا كل يوم، ولا يعني مش هتحطي كل يوم مثلا خلال السنة دي، هتحطي مثلا كل اسبوع. هتلاقي في الاخر جاي متجمع معاكي مبلغ حلو قوي. والفكرة الحصالة هتشجعك اصلا. يعني انت لو معاكي مثلا نزلت اشتريتي مثلا حاجة ب15 جنيه وتفضل من 20 جنيه 5 جنيه هتحطيها. مثلا جيتي في اخر الشهر كده، مثلا انت خدتي مصروف البيت بتاعك وانت لقيتي في البوك بتاعك 10 جنيه او 5 جنيه هتحطيها. مثلا اتجمع معاكي شوية فضية هتحطيهم. فكرة حلوة جدا ومناسبة جدا ان انت تعمليها. وانت كمان ممكن تعملي حصالة تانية للعيد، وممكن كمان ان انت ما تفتحيهاش في رمضان. انت ممكن تسيبيها لحد العيد، تنفعك تسندك مع مصروف ابنك بنتك اولادك. يعني ايا كان. مع مثلا انت مثلا ممكن تكوني مثلا بتاخدي الفلوس مصروف العيد اللي هو على قد لبس ولادك. مثلا ممكن ما تكونيش مثلا بتبقى عامله حسابك اللي هو تهتمي مثلا ان انت تجيبي لاولادك بس الاول. هتنفع لك مثلا ان انت تجيبي حاجه ليكي، عبايه، طرحه، ايا كان.
مهما كان فكرة الحصالة حاجة حلوة جدا. مش بقولك ان انتي تحطي فيها 100 و200 و300، بس الحاجات دي بتكون تحدي تاني. ممكن لو انتوا حابين ان احنا نعمل التحدي ده مع بعض، ان احنا مثلا نجيب حصالة ونرقمها، الحصالة الترندي اللي موجودة دلوقتي الخشب، بس احنا بنقول ان احنا عايزين نوفر. انا ممكن اعملها معاكم جدا ونكتب عليها المبالغ من بره، وكل ما تحطي فيها المبلغ المكتوب تشدي مثلا ايه شرطة بسيطة كده. كده الكل عارف الحصالة الترند دي لاي حاجه. مثلا يعني انت مثلا عايزه تجيبي حاجات جديده في الشقه مثلا، يعني تمام، ممكن مثلا تعملي الحصاله دي ل1000 جنيه. مش لازم مثلا 10,000 زي ما هي موجوده، 15,000 50,000. ممكن تعمليها ل1000 جنيه، ممكن تعمليها ل5000 جنيه، ممكن تعمليها ل2000 جنيه. وتحطي مثلا انت في مقدرتك مثلا هنكتب مثلا 100 200 20 50 مثلا حاجات كده. حابين ان احنا نعمل التحدي ده مع بعض، هعمله معاكم مفيش اي مشكلة خالص. ونحدد مدة معينة، يعني مثلا هنجمع 1000 جنيه مثلا، ممكن نجمعها مثلا في 3 شهور، 3 شهور مثلا أو 5 شهور ايا كان. 5 شهور مثلا 1000 جنيه دي هنقول مثلا ان انت هتحطي مثلا كل شهر 200 جنيه، على حسب بقى تحطها 20 تحطها 50 تحطها 100، على حسب انت عاوزه ايه. لو انتوا حابين فكره التحدي بتاع الحصاله دي، احنا ممكن نعمله مع بعض من غير ما نشتري الحصاله خالص. هنجيب حصاله عاديه، الحصاله دي انا كنت جايباها تقريبا ب10 جنيه حاجه كده. ممكن في حصاله زي دي عادي جدا، وهنعملها مع بعض التحدي، مفيش اي مشكله لو انتوا حابين. لكن دلوقتي احنا في حصاله رمضان او حصاله العيد، على حسب انتي حابه ان انتي تعمليها لايه. تمام، فاحنا ممكن نعملها. فانا هعملها حصالة رمضان، هفتحها معاكم قبل رمضان. هنزل اجيب بيها الحاجات مثلا اللي انا محتاجاها في الوقت ده. مش هقول لكم مثلا هعملها اجيب بقى حاجات جديده في المطبخ، مش هقول لكم مثلا ان انا هجيب بيها زينه رمضان، لان ممكن المبلغ يكون كبير ان انا اجيب بيه زينه رمضان. مش هقول لكم مثلا ان انا هجيب بيها حاجه السحور، مش هقول لكم ان انا هجيب بيها اليميش، لا. انا على حسب الوقت ده. انا ممكن اجي على رمضان، ممكن في حاجه تكون حصلت لي ما تسمحليش حتى ان انا اجيب حاجه السحور. يعني شفتوا لدرجه ايه، بتسمحليش حتى ان انا انزل اجيب حاجه سحور. فالحصاله دي هتسند ان انا انزل اجيب بيها حاجه السحور بتاعتي. ما مثلا الدنيا مش سامحه معايا، مثلا المبلغ اللي معايا مثلا ما يكفنيش مكسرات ويميش، فهحطش افتح الحصاله واخد المبلغ اللي في الحصاله اقسمه على المكسرات واليميش. مثلا ما فيش فلوس لزينة رمضان، هفتح الحصالة اخد منها او هاخد مبلغ من اللي في الحصالة، مثلا ان انا اجيب مثلا زينة رمضان حاجة بسيطة كده ان انا افرح بيها بنتي. في مثلا حاجة عجبتني مثلا، يعني حبيت ان انا اجدد حاجة مثلا زي ازازة مية ازايز مية، حبيت ان انا اغيرها واجيب غيرها. حاجات مثلا عجبتني في الديكورات، حاجات جديدة طلعت، كل الكلام ده ما تنفعك في حاجات كتيرة قوي الحصالة دي. فانا حبيت ان انا اعملها معاكم وابداها معاكم، ويلا كله ينزل يجيب حصاله وهنفتحها مع بعض قبل رمضان. وهننزل نجيب بيها حاجات حلوه جدا 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 هتعجبكم، على حسب الوقت ده انا هكون محتاجه ايه. تمام، يلا. انا بصوا انا كنت مجمعه طبعا، اتاخرت شويه على ما جبت الحصاله، فانا كنت بحط في البوك ده. بس ساعات انا كنت بقى ايه بقوم جايه واخده من البوك. يعني لو احتجت مثلا 2 جنيه 4 جنيه ممكن واخده من البوك، لكن الحصاله هتحكمني ان انا مش هفتحها ابدا. فاهميني؟ على فكره الحصاله حلوه جدا. يعني انا معايا هنا اهو، انا كنت بحوش في البوك. تمام اهو. فانا دلوقتي هحط معاكم في الحصاله دول. يعني هي فكره الحصاله، انا كنت عايزه اعمل لكم الحصاله فكره فيديو الحصاله ده من بعد العيد على طول. يعني ايه من بعد العيد، اللي هو ايه، انا طلعت من رمضان خلاص هعمل حصاله رمضان اللي بعده ان شاء الله باذن الله. لو عشنا، يعني هي في الاول وفي الاخر يعني ان شاء الله لو كان لنا عمر يعني وينعاد علينا الايام بخير ونحضر رمضان تاني مع بعض. تمام اهو. انا ما بعدش على فكره، ولا بقول انا بحط فيها قد ايه ولا ما بحطش فيها قد ايه. انا بحط كده ايه المبلغ الفردي اللي موجود معايا. وانت زي ما قلت لك، انت ممكن تحطي 5، ممكن تحطي 10، ممكن تحطي 20 عادي. يعني مثلا لو كل اول شهر لما تاخدي مصروف بيتك حطيتي فيه 50 جنيه او 100 جنيه انت موفراهم. انت مثلا حابه مثلا ايه، يعني انت مثلا بتاخدي مثلا مصروف بيتك ايا كان المبلغ،
مثلا 50 جنيه ممكن تشيلي، مثلا انت لسه بقى معاكي في الاول وفرتي مثلا 50 جنيه تشيليها تحطيها، 100 جنيه هتحطيها، فاهمني؟ بعيدا بقى عن الفضيه والفكه اللي احنا بنبقى بنحطها دي. تمام؟ زي واصله لك فكرتي اكيد يعني. فهنا انا عملتها معاكم اهي. بقى بتسوق، اتفضل مثلا 3 جنيه هاجي احطهم فيها، بشتري مثلا حاجه من الدكان هاجي احطهم فيها، بشتري مثلا ايا كان يعني من توك توك فاضل مثلا 2 جنيه هحطهم فيها ايا كان يعني. وهكذا، فاهمين؟ يعني مثلا لو انا بجيب طلبات البيت، طلبات التلاجة، المنظفات، ايا كان، وتفضل فضية اجي احطهم فيها. ما تفضلش تفضل مثلا 5 جنيه، مثلا فكات 50 جنيه تفضل 5 جنيه، ما 5 جنيه برضو تعتبر فكة يعني، ما عادتش اللي هي حاجة يعني ان انت تجيبي بيها حاجة يعني. ما ال5 جنيه معلش تجيب لك الشيبسي، يعني كيس الشيبسي اللي انت بتجيبيه ب5 جنيه ما تحطوش على اكل حتى. تمام؟ بقى عامل زي كيس الشيبسي ابو جنيه ايام زمان ده اللي كنا بنجيبه. فما هتحطيها 10 جنيه هتحطيها ايا كان، هتيجي في الاخر هتلاقي تتجمع معاكي مبلغ صدقيني هيسندك. يعني انا مره عملت الحصاله دي شهر والله، وجيت احتجت فلوس فعلا، ما كانش في فلوس خالص، قمت جايه فاتحاها، فاهمني؟ قمت جايه فاتحاها كان فيها مبلغ والله، نزلت جبت بهم حاجات للفطار للشقه، فيعني في شهر يعني مش حاجه يعني. حتى كمان ممكن ان انا احط كمان فيها فلوس من شغلي، من فلوس شغلي وكده، مثلا حد جه عمل عباية او كده قوم جاي 10 جنيه حطاها، 20 جنيه حطاهم، وهكذا، فاهميني؟ فهي بتكون الفكرة في كده. ابدأوا معايا الحصالة علشان خاطر انتي قبل رمضان بشهرين 3 مش هتلحقي تجمعي، وبيكون مطلوب منك حاجات كتيرة جدا. فاعملي الحصالة وبجد بجد هتدعيلي من بعدها. تمام؟ وزي ما قلت لكم، لو انتوا حابين فكرة التحدي اللي هو مثلا ممكن نعمل مثلا حصالة تحدي مثلا 5 شهور. تمام؟ نجمع مثلا في ال5 شهور دول 1000 جنيه، 2000 جنيه، على حسب ان انتم اللي انتم محتاجينه في ايه. ممكن نعمله مع بعض، وبعد ال5 شهور نفتح الحصالة. نفتح الحصالة يبقى تحدي ما بيننا كده. وممكن كمان نعمل مثلا في التحدي ده جروب على الواتس، ده انا مثلا، ده انا حطيت مثلا النهارده كذا، ده انا حطيت كذا، ده انا جمعت النهارده مثلا، ده انا النهارده حطيت 200. فاهميني كده؟ تحدي مع بعض كده ونتعرف ونتعامل مع بعض، هتكون حاجة حلوة قوي. ممكن كمان نعمل تحدي مع بعض برضو، جروب برضو، مثلا في تنظيفات الشقة تحدي، مثلا في ختمة القرآن الكريم، يعني ان احنا نختم القرآن. في اي حاجة مثلا ممكن نعمل تحدي لمدة مثلا 40 يوم منتظمين على الصلاة. يعني المعلومة دي موجودة دايما واكيد الكل عارفها، ان لو انتظمتي على الصلاة 40 يوم في مواعيدها، ان انت تصلي ال5 فروض كل يوم لمدة 40 يوم، بتنتظمي عليها، بتبقى حاجة لا إرادية منك كده، جسمك خلاص اتعود عليها. فممكن نعمل تحديات كتيرة جدا جدا قوي مع بعض. واتمنى ان انتم تشجعوني وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا، وتدوسولي لايك علشان خاطر الفيديو يترفع وكل الناس تشوفه وتستفاد منه زي ما انت استفدتي. تمام؟ الفيديو ده هفكركم بيه قبل رمضان اللي جاي ان شاء الله بحوالي، خلينا نقول اسبوع، علشان خاطر نكون جمعنا حاجة كويسة يعني. بس ما تفتحيش الحصالة، يعني حصالتك دي انسيها تماما، اوعي تلجئي ليها خالص ايا كان. تمام؟ وفي برضو افكار فكرة حصالة تانية مع بعض غير بتاعة التحدي دي، لو انتوا حابين ان احنا نبدأها مع بعض هنبدأها، مفيش مشكلة خالص. يعني مثلا احنا النهاردة ايه، في شهر 5، ممكن مثلا نفتح اخر السنة، يعني مثلا يوم 1/1 في السنة الجديدة، في اي مبلغ احنا عايزينه. طب احنا هنعمل بيه ايه؟ يعني احنا هنعمل مثلا بالمبلغ ده ايه؟ ممكن مثلا نعمل حصالة تحدي، حصالة مثلا للعيد. يعني مثلا انا حابة ان انا اجمع من هنا لحد العيد، مثلا انا مثلا عندي بنوتة، عندي اولاد، حابة مثلا ان انا اجمع مثلا 3000 جنيه، 2000 جنيه للبسي انا وولادي وجوزي، مثلا 3000 جنيه، 4000 جنيه، على حسب اللي هيكون موجود وقتها برضو، على حسب يعني. اكيد انت برضو بتاخدي مصروف للعيد بتاعك، تنزلي تجيبي بيه لبس ولادك. فممكن نعمل التحدي ده مع بعض، يعني مثلا من هنا لحد العيد سنة معانا اهو، نجمع 5000 جنيه تبقى اللبس العيد.
على مدار الشهور بقى، نحط 20 مرة، نحط 50 مرة، نحط 100 مرة، نحط 200 مرة، وكل ده من مصروف البيت. يعني مش انت مش هتروح تطلبي من جوزك كده انا عايزة كذا، زي نظام جمعية كده. في ناس بتعمل العيد ده جمعيات. بس انت بدل ما انت هتيجي تتزنقي قبل العيد ب3 شهور وتقعدي تدوري على جمعية بقى، لا احنا هنعملها من دلوقتي. مثلا انت عارفة مثلا ان هيكفيكي مثلا 3000 جنيه لبس العيد لولادك، 4000 جنيه، 5000 جنيه، نعملها من دلوقتي تحدي مع بعض كده. من هنا لحد العيد مطلوب مننا ان احنا نجمع مبلغ كذا، على حسب كل واحده بقى ايه. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين التحدي يكون بمبلغ ايه، وهعمل معاكم الفيديو اكيد، وهنجيب الحصاله وهنظبط الحصاله مع بعض ونعملها مع بعض، من غير ما نروح نشتري حصاله ب 200 و 300 جنيه. طب انا بدل ما اروح اشتري حصاله ب 200 300 جنيه، طب انا ال 300 جنيه دول احطهم في الحصاله واخد 10 جنيه بس من 300 محصله زي دي. طب انت هتعمليها ازاي؟ اعملها انا تتعمل عادي، ورقه تتلزق من هنا، ورقه بيضه كده ونكتب عليها، ان احنا نسطرها ورقه وقلم في البيت. يعني عادي، كل حاجه سهله وكل حاجه ايه اللي هي متاحه وموجوده. تمام. هنا بقى اكون وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى انه يكون فاتكم، واسفه لو كنت طولت عليكم. وزي ما قلت لكم قولوا لي رايكم في الكومنتات، ويا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناه وشجعوني بعد اذنكم، عشان خاطر نكمل حتى 100. مش هقول لكم 1000، يعني مش هقول لكم ايه، انا طمعانه في 100 ان انتوا توصلوني ل 100 مشترك حتى، او 200 مشترك، يعني فاهميني. مش هقول لكم وصلوني لل1000 مشترك يا جدعان، خلينا نوصل حتى بس لل100 ولا ال200 مشترك. تمام. اشوفكم على فيديو على خير في فيديو جديد بافكار جديده، في حاجات كتيره قوي جايه هتعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، مع الف سلامه في فيديو جديد.